لا، في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي، في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو. ما فيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. ما فيش. ليه؟ ما برضه لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح. انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص. بس ده بجد يعني في كل يعني انا بكلمك بصراحه. سيبك بقى من اهلي والزمالك. لا، انت يا جماعه ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا وجوه هنا. ده حقيقه. انا اقول لك على حاجه. اقسم بالله ورحمه بابايا، انا في نادي الزمالك، انا حتى في فيديو ليا على اليوتيوب، وانا في نادي الزمالك كان عندنا ماتش في الجزيره وكنا كسبانين 1-0 والنادي الاهلي اتحسب له ضربه جزاء في اخر الماتش وبتاع، وتعادلوا معانا او تقريبا كسبونا 2-1 في اخر دقيقه، حاجه زي كده. طول عمرهم بيكسبوا في اخر دقيقه يعني. فاليوم ده انا طلعت اتكلمت وحش جدا عن النادي الاهلي جدا. قلت هم بيكسبوا بالحكام ومش عارف ايه. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك. النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى، يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. ما فيش الكلام ده خالص. ممكن الفتره مثلا فتره من فترات ان النادي الاهلي اتظلم، النادي الزمالك اتظلم فيها، ممكن تحكيميا او اعلاميا او بس دي مالهاش علاقه بان انت تقول الحق في او تقول الحقيقه اللي انت شفتها في النادي الاهلي. لا، انا مش هقدر ان انا اوافق. لا، النادي الاهلي في حته ثانيه خالص يا جماعه، في حته ثانيه خالص.